أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من بودكاست الكليات. وكلية النهاردة ناس كتير جدا طلبتها مني، ألا وهي كلية التمريض. هنتكلم في الفيديو ده عن كل حاجة تخص كلية التمريض، مميزاتها، عيوبها، تخصصاتها، مستقبلها، وكمان هل هي كلية صعبة ولا سهلة. فهنعرف كل حاجة في الفيديو ده. ولكن علشان أقدر أكمل في السلسلة دي وأعمل لكم كليات أكتر، ياريت تتفاعلوا مع الفيديو عن طريق انكم تحطوا لايك، وكمان تعملوا شير للفيديو تبعتوه لأي حد من صحابكم ممكن يستفاد منه. وكمان اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن كلية ايه. وبس كده علشان ما اطولش عليكم كتير، يلا نبدأ بالفيديو. تمام. كلميني بقى شوية عن نظام كلية التمريض. هي كام سنة دراسة، كام سنة امتياز؟ وكمان ايه الحاجات اللي بتدرسوها؟ تمام. كلية التمريض هتكون 4 سنين، وآخر سنة اللي هي سنة 5 دي بتكون امتياز، وبتكون سنة من 6 شهور، عشان في لبس في حتة معهد وكلية. لأ، هي من 6 شهور، هي سنة. بالنسبة للمواد بتنقسم لتلات حاجات: متطلبات جامعية، وجزء طبي، وجزء تمريضي. المتطلبات الجامعية دي بتكون الجامعة بتديها لكل الكليات، يعني الجامعة نفسها بتحدد، زي مادة حقوق الإنسان مثلا. بالنسبة للجزء الطبي، فده بيكون لكل القطاع الطبي، زي اناتومي، فسيولوجي، باراسيتولوجي، ومايكرو. والجزء التمريضي، وده بيكون متعلق بالتمريض نفسه والأقسام، وبيكون في التخصصات بتاعت كلية التمريض. طيب، برضو ممكن كان تقولي الفرق ما بين معهد تمريض وكلية تمريض؟ يعني إذا كان بقى في المواد أو عدد سنين الدراسة أو في التوظيف بعد كده، هل بيبقى في فرق ما بينهم ولا لأ؟ تمام. كلية التمريض والمعهد، أول حاجة في سنين الدراسة، الكلية بتكون 4 سنين و5 زي ما قلنا، والمعهد بيكون سنتين. بالنسبة للشغل، فالكلية بيكون لها شغل في المناصب الرئيسية أكتر، وده مش متوفر في المعهد. يعني المعهد ما يكونش مثلا، مش هتلاقي حد في معهد هيكون مشرف تمريض او مدير مستشفى او هكذا يعني. تمام. آه الكلية بتكون الدرجة بتاعتهم لما في الشغل كده بيكون 3، بيكون على الدرجة الثالثة. المعهد بيكون على الدرجة الرابعة. وطبعا الشهادة، يعني طبعا الكلية بتكون يعني ايه مؤهل عالي ايه الدرجة الرابعة وايه الدرجة الثالثة؟ يعني مثلا يعني بصي، يعني درجة ثالثة، إن مثلا المرتب هيبقى في الكلية أكتر، فاهمة؟ المعهد لأ. تمام، يعني بيفرق في المرتب يعني. اه، في المرتب، ويعني بيكون الموضوع في الكلية لأ، يعني انت بتنزل على الدرجة الثالثة، وبعد كده يعني معهد أو كلية، بعد كده ممكن إن هو بيترقى لحد ما يوصل للدرجة الأولى. بس في الأول الكلية بتبدأ من درجة ثالثة وبتتقدم، المعهد بيكون درجة رابعة. تمام. وفي المواد، الكلية بتاخد من طب وعلوم وصيدلة وهكذا، لكن معهد بيكون متخصص في المواد التمريضية فقط. وفي الاسم يعني الخريجي كلية تمريض بيكون أخصائي تمريض، المعهد بيكون فني تمريض. تمام، كلميني بقى كده عن مميزات كلية التمريض. تمام. المميزات، أول حاجة الوظيفة. طبعا هي من أقل الكليات اللي لسه لها تكليف، اللي هو أنت بتتخرج فبتلاقي التكليف بتاعك موجود إن شاء الله يعني. بتقدر تشتغل في أكتر من مستشفى، طبعا ده بيكون برايفت يعني مش حكومي. وليك فرصة في الشغل والسفر بره، ودي من أكتر الكليات برضه اللي هي بتوفرها كلية التمريض، إن بيبقى في عجز سواء بره مصر أو جوه مصر في الطاقم الطبي عموما، منه تمريض طبعا. وفي فرصة كبيرة برضه للدراسات العليا، وفي في إمكانية العمل أثناء فترة الدراسة لو برايفت، برضه ده مش بيبقى في كل المستشفيات متاح برضه يعني. تمام. تمام، بالنسبة بقى لعيوب كلية التمريض. تمام. أول حاجة نظرة المجتمع، اه. وموضوع تمرج ومش عارفة إيه، لا، مش عارفة إيه تمرج دي يعني. دي في كل حاجة، كل الكليات، مش سايبين كلية في حالها. اه، يعني نظرة سرنجة ومش عارفة ايه، وفي اه. طبقية في الموضوع ده بصراحة كبيرة يعني. وتاني حاجة المرتب، بالنسبة للشغل فهو المرتب يعني شايفين بقى، أنا شايفة كل حاجة بقى إن كلية تمريض دي بإيه، دولار بقى وأخضر وبتاع، فلا مفيش الكلام ده. يعني لو عدى 3000 ده بيكون كويس، فاهمة، بالنسبة لطبيعة الشغل. ده بالنسبة للتكليف. وبيكون وفي إرهاق بدني، لأن برضو الشغل يعني شفت 12 ساعة، فلا إرهاق ما بدني كنت كبير لسه اسالك جدا. الموضوع ده. هو و يعني في ناس، في بنات كتير مثلا ما بتخشش كليه التمريض لانها مش شايفاها انها مش مناسبه للبنات من حيث الشغل. أيوه، أيوه، أيوه فعلا. تمام. وبيكون في ضغط أثناء العمل، لأن يعني أي مثلا كلية بعد كده لما تيجي تتوظف بيكون مدير واحد،
وإنما تمريض بيكون فوقك 6 مديرين، مش مدير واحد، فالموضوع بيكون فيه ضغط من هنا ومن هنا ومن هنا. وممكن لا قدر الله، وده متحصلش كتير يعني، إن ممكن الشخص يصاب بعدوى في المستشفى. بس ده اه متحصلش كتير عشان بيبقى يعني عاملين احتياطاتنا من جلافز وال... والماسك وكده يعني. تمام. كلميني بقى شويه عن اقسام كده كليه تمريض، وهل في مجالات تقدري انك تشتغلي فيها بعد ما تتخرجي، ولا هو مجال واحد، ولا ايه بالظبط؟ يعني الموضوع ماشي عندكم ازاي؟ تمام. نتكلم في حتة برضو إن أول حاجة بتكون أول سنة تكون تحضيرية، و3 سنين الباقيين بيكونوا تخصصية في الأقسام اللي أنا هقولها دلوقتي: من تمريض باطني وجراحي، وعناية حرجة وطوارئ، وأمراض نساء وتوليد، وتمريض الأطفال، والنفسي، والمسنين، وإدارة التمريض. ودي بنحط فيها خطة علاجية وبنشرف عليها لحد ما المريض يخرج من المستشفى. وتعليم التمريض، وصحة المجتمع. تمام. دول بدرسهم خلال ال3 سنين. غير السنة التحضيرية، هي سنة أولى بناخد فيها حاجة اسمها أساسيات تمريض، بناخد فيها البيزكس بس. لكن التخصص بقى من سنة تانية لحد رابعة. تمام. بالنسبه بقى هل كليه التمريض كليه صعبه من حيث الدراسه، ولا كليه سهله؟ يعني بتعرفي تمشي حياتك معاها، ولا الموضوع بيبقى صعب شويه؟ لا هي صعبة يعني. لا هي صعبة من ناحية صعبة، لأن احنا زي ما قلت لك إحنا هناخد مواد من طب وصيدلة وعلوم. أي نعم ما بتكونش متعمقة زي ما بتكون في الكلية المتخصصة ليها، ولكن الموضوع بيكون لا صعب شوية، ولكن مش بنفس صعوبة بشري وهكذا يعني. انت تقدر تجيب فيها تقدير، بس في نفس الوقت عايزة مذاكرة وعايزة اجتهاد، يعني الموضوع مش لعب يعني. يعني مثلا بتدرسوا كده كام ماده في السنه او في الترم؟ في أولى تقريبا كان بتاع 10 مواد يعني. في الترم. فيهم في حته لا في السنة عموما. في تمام. الترم، بص الترم مش هقدر احددها، لان كان في مواد بتكون ممتده، يعني زي اساس التمريض. وهتتكلم في الحته دي برضه. في مواد بتكون اساسيه ومختصه للكليه كده، يعني زي اساس التمريض. دي ما ينفعش ان حد لا قدر الله كده يشيلها، لانه لو شالها فهيشيل السنه كلها، ما فيش ان هو يطلع بيها سنه تانية كده. تمام. وسنه تانية يعني كل ماده بيكون في ماده متخصصه كده لازم تعدي فيها، والا انت هتعيد السنه التانية. بالنسبه بقى لاخر سؤال، هل لو انت رجع بيكي الزمن هل هتختاري كليه تمريض ولا لا؟ لو ليه؟ ولو لا اه لا ليه؟ لان انا كسبت معرفه وخبرات كتيره. آه يعني بصي، هو اصلا انا كآية كنت حابه المجال الطبي عموما. ف يعني مثلا انت تشوفي حد لا قدر الله اغمى عليه، او حد عمل حادثه وكده، فبيكون لك الاولويه ان انت بتجري وبتساعد الشخص ده. فيعني لا دي حاجه حلوه، فاهمه ان انت لما تلاقي حد في مشكله انت تعرف تساعديه. هو دلوقتي كليه تمريض بقى ليها قدرات، ولا الموضوع ده بطل؟ انا سمعت ان لا ما بقاش لها قدرات، وما بقتش اقليميه. يعني هي كانت في الاول لها قدرات واقليميه تقريبا، في الاغلب لا ما فيش قدرات يعني السنه دي. تمام. وبس كده يكون خلص الفيديو. اتمنى انكم تكونوا عرفتوا حاجات جديده ما كنتوش تعرفوها عن كليه التمريض، والحاجات دي ان شاء الله تساعدكم في اختياركم للكليات. وده اللي بنعمله في كل كليه، بنتكلم عنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فلو انتوا عايزين تشوفوا الكليات اللي جايه، كل اللي عليكم تعملوه انكم تعملوا سبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوز اللي جايه، وكمان عشان تشجعوني ان انا اكمل في السلسله دي واعمل كليات اكتر، يبقى لازم تتفاعلوا مع الفيديو عن طريق انكم تعملوا لايك، وكمان تعملوا شير للفيديو ده مع اي حد من صحابكم ممكن يستفاد منه. وكمان اكتبوا لي تحت في التعليقات تعليقات تشجيعيه، وكمان الكليه اللي جايه عايزينها تكون عن ايه. وبس كده يكون خلص فيديو النهارده. استنونا في فيديو جديد وبودكاست جديد وكليه جديده. سلام.